السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا. النهاردة هنتعلم مع بعض نعمل ازاي كلمة بشكل بارز، مش 3D بس هتكون مرفوعة أو بارزة عن الخلفية. تمام. الكلام ده هنعمله على الإليستريتور، وده بيكون افكت معروف في الفوتوشوب باسم امبوس. احنا بقى هنتعلم ازاي نعمل الافكت ده على الإليستريتور. هناخد المقاسات بتاعتنا، اي مقاسات انتوا عايزينها. انا اخترت 800 في 400. طبعا الالوان هتبقى RGB، والجودة بتاعتي هتبقى 72. تمام كده، فتحنا بروجكت جديد بالمقاسات اللي احنا اخترناها مع بعض. هنبدأ دلوقتي. طبعا احنا هنا عندنا لاير جديد، هنعمل فوقيه مستطيل بمساحة أقل أو بنفس المساحة كاملة، مفيش أي مشكلة. وهنختار اللون بنفس الدرجة اللي أنا هقولها لكم دلوقتي. طبعا احنا هنا عملنا الستروك 1 بيكسل. درجة اللون نفسها هنفتح الكالر بتاعتنا ونحط 6 تسعات. تمام، ندوس اوكي، هيديك درجة الرمادي اللي قدامكم دي، عشان دي اللي هنشتغل عليها بعد كده. تمام، هنكتب التكست اللي احنا عايزينه. انا اخترت ان انا اكتب اسمي. طبعا هنا حجم الخط هيبقى 130. طبعا برضو زي ما انتوا عايزين اختاروا المقاس اللي انتوا عايزينه. هنختار نوع الخط. انا اخترت خط ملفوف كده، كتبت لكم اسمه. تمام، الخطوط صراحة كلها جميلة، بس هو الخط ده شكله لذيذ عجبني. تمام، ده اسمه زي ما انتم شايفين. جميل، كمل الاسم. انا كتبت اسمي اهو، وفاء السيد. تمام، اوكي. اوكي، دلوقتي هنشوف بقى درجة اللون اللي هنشتغل عليها. هنا انا لغيت الفل كمان، يبقى احنا كده عندنا مفيش ستروك ومفيش فل على التكست نفسه. هنا هنبتدي نفتح قائمة appearance، لان بيبقى فيها تفاصيل بتاعة اللاير بتاعتي. هنبتدي نعمل add للفل او add new fill اللي هي تحت دي زي ما انتم شايفين. لما ندوس عليها هتدينا فل جديد للتكست. تمام، هنبتدي نغير المود بتاعه لسكرين. تمام، نتأكد بس من درجة اللون. هنا هنبتدي نغير بقى درجة اللون زي ما انتم شايفين. عند الار هنكتب 169، والجي هنكتب 171، والبي هنكتب 174. تمام، ندوس اوكي. كده احنا خدنا اول طبقة فل. هنبتدي نحط عليها افكت بلور. تمام، جازيان بلور. بصوا احنا لو عملنا بريفيو هنا، طبعا البلور كده عالي جدا، فهنخليه 2 بس، 2 بيكسل. ندوس اوكي. تمام، هنبتدي نعمل فل جديد. اوكي، خلاص كده احنا عندنا 2 فل اهو. هنشتغل على اللي فوق. هنبتدي نغير في الامكانيات بتاعه الطبقه. هنخلي المود بتاع الطبقه اللي فوق بتاعه الفل مالتيبلاي. تمام كده، طبعا شايفين التغييرات قدامنا. هنضيف الافكت الجي ستارت ترانسفورم. هندخل على ترانسفورم، وهنبتدي نلعب في الهوريزونتال والفيرتيكال. هنغيره ل4 بيكسل في 4 بيكسل. طبعا شايفين اهو، انا عملت لكم بريفيو عشان تشوفوا. هندوس اوكي. جميل، ابتدى يظهر عندي الشغل. تمام كده، هنقفل التو فيل اللي عندنا. هنبتدي نعمل add new fill. طبعا شايفين التغيير اهو. اوكي، هنتأكد بس من درجة اللون الرمادي اللي انا شغالة عليها بنفس RGB. جميل، هنبتدي على الدرجة الثالثة، درجة الفل الثالثة. هنضيف distort and transform. هنضيف transform تاني، لكن بالهوريزونتال والفيرتيكال مختلفين. هنقللهم 2 بيكسل، هنخلي 2 بيكسل في 2 بيكسل. طبعا مع البريفيو كده الكلام واضح.
كده احنا تقريبا خلصنا، ندوس اوكي. جميل، كده وصلنا للمرحلة اللي احنا عايزينها، ان احنا الكلام عندنا يبقى ظاهر بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب لو انا حبيت اعمل الكلام ده على اي شكل او تكست تاني، احفظ الكلام ده ازاي؟ جميل، دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبتدي زي ما انتم شايفين كده نكتب تكست تاني عشان نشوف ازاي نحفظ الستايلز بتاعي اللي انا عملته دلوقتي على الكلمة. هنكتب تامر فتحي، طبعا ده اسم جوزي. تمام، اوكي، جميل، نظبطه كده بس في النص. دلوقتي هنيجي ندخل على المكان ده اللي هو فيه الجرافيك ستايل. تمام، جرافيك ستايل ده بحفظ فيه اي ستايل لاي شغل انا اشتغلته. تمام، فانا هاخد الستايل اللي انا اشتغلته على الكلمة او الاسم بتاعي، وهاخده كده اشده هدخله في المكان ده، بقى كده عندي تمام محفوظ زي ما انتم شايفين. طيب هروح رايحة على الاسم التاني او اي شكل تاني انا اشتغلته، وهاخد الستايل ده واحطه عليه او ادوس كليك عليه، بالتالي ظهر عندي الاسم التاني بنفس الستايل بتاع الاسم اللي انا اشتغلته فوق. جميل، وبكده يبقى عندنا الستايل بتاعنا محفوظ عندنا، نقدر نستخدمه على اي تكست او اي شكل تاني. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.